تعالى سمعك فيديو مفاجأة واستوعب اللي هتسمعه وصدقه. الكابتن بشير التبعي اللي دايما تصريحاته ضد النادي الاهلي النهارده بيقول على الاهلي هو الملك وهو اللي بيتحكم في الكوره في مصر، ولما يحب يفوز بيفوز وبيجيب الجول في الوقت اللي هو عايزه وهو في الدقيقه اللي هو عايزها. الاهلي بره التقييم. كابتن بشير التبعي المدافع السابق لنادي الزمالك اللي كانت دايما تصريحاته مثيره للجدل ضد النادي الاهلي النهارده بيقول الكلام ده وتحول رهيب في تصريحاته للنادي الاهلي. السلام عليكم. في البدايه يا اخوانا نصلي بدعاء النبي وكمان نزيد النبي صلاه. من فضلكم اللي لسه ما اشتركش في القناه ينزل يشترك في القناه ويفعل زر الجرس على الكل، وكمان يحط لايك للفيديو وشيره. وتعالوا بقى نسمع الكلام ده بعضمة لسان الكابتن بشير التبعي اللي تحول لدرجه 180 درجه عن تصريحاته السابقه ضد النادي الاهلي. وتعالوا نسمع بعضمة لسانه. يلا بينا. والله بص يا مهيب، النادي الاهلي ومدربينه ولاعيبته وادارته بره تقييم، يعني لان كل حاجه بيعملوها. كون ان هو خسر مباراه زي مباراه السوبر ده حاجه عاديه، يعني هنقول تشبع، اللعيبه متشبعه دلوقتي. هنقول يعني هي مش حاله غرور من اللعيبه، لا هي حاله تشبع. اللعيبه دي كانت يعني كانت راحت تلعب نهائي بطوله افريقيا، و90% من الشعب المصري بجمهور الاهلي بكل جمهور الدنيا فقد الامل. جابوا كاس وجم خلاص، هم متعودين ان هم بيكسبوا في اي وقت وفي اي لحظه وفي اي مكان، فيمكن ده يعني اللي اثر عليهم في مباراه السوبر. وقدام شويه هيندموا، لان مباراه واحده ببطوله ويخسروها هيندموا عليها بعدين، ممكن مش حاسين بيها دلوقتي. لكن كان الرد سريع جدا في الدوري، الراجل لم الفرقه بسرعه. الرد كان قاسي جدا على النادي المصري بمكسب باداء. يعني لو جيت تختار مثلا نجم المباراه في مباراه زي كده هتحتار كابتن ال11، الجهاز الفني، المدرب، عامل اوضه اللبس، كله يا كابتن سوبر. حظ المصري وحش ان هي كانت اول مباراه معاه، يعني بعد الهزيمه كمان، يعني بعد يعني ده النادي الاهلي طلع يعني الغل، لان علي ماهر مدرب كبير قوي ومعاه فرقه كبيره، مدرب مميز ومعاه فرقه كبيره، فهو حظه وحش جدا ان اول مباراه للنادي الاهلي بعد الخساره بالظبط السوبر، فكان وطرد باهر المحمدي. لا يعني الظروف كانت صعبه. اعتقد لو النادي الاهلي كان خد البطوله دي كان وضع مباراه المصري ما كانش يبقى كده، بس ده ما يقللش من كلمه علي ماهر خالص. يعني بره التقييم لان بيعمل كل حاجه. يعني دلوقتي النادي الاهلي لما بيحب يكسب بيكسب، وما بيحب في الدقيقه المعينه يحب يجيب لعيب يحب يجيب مدرب اللي بيقوله بيعمله. فملك الفتره دي النادي الاهلي ملك وبيتحكم في الكره المصريه. منظومه ولا افراد ولا جهاز فني ولا كل حاجه؟ كله. يعني منظومه متكامله. يعني عاجبك النادي الاهلي قوي قوي من زمان. احنا بنتكلم في الطريقه بتاعت النادي الاهلي، مجلس اداره في تعامله مع الجهاز الفني مع اللعيبه مع كل حاجه، كل واحد له دور يا كابتن عارفه بقى، يعني اداره متناغمه زي ما بيقولوا يعني.